بليلة باردة من ليالي تشرين الثاني 2024 كان ريف حلب الغربي يبدو وكأنه نائم، لا أصوات معارك، لا طائرات تقصف، حتى أجهزة اللاسلكي بمقرات الجيش السوري كانت صامتة تقريباً. الجنود بمراكز الحراسة جالسين مثل أي يوم عادي، ولا حدا كان متوقع إنه هي الليلة رح تغير وجه الحرب بسوريا بالكامل. لكن بعيداً عن هذا الهدوء كان في غرفة مظلمة على بعد كيلومترات قليلة، خريطة كبيرة مفروشة على الطاولة، فوقها إضاءة خافتة، أصابع تشير إلى نقاط محددة، أصوات مقاتلين عم يتناقشوا بهمس، هون مركز القيادة، هون الحراسة ضعيفة، وهون في استراحة للضباط. العملية كان اسمها ردع العدوان، واللي خططوا إلها كانوا بيعرفوا شغلة وحدة، السرية المطلقة، ولا معلومة تطلع لبرا. حتى بعض المقاتلين اللي رح يشاركوا بالهجوم ما كانوا بيعرفوا الهدف الحقيقي إلا قبل ساعات من التنفيذ. القصة ما بدت بهديك الليلة، الحكاية رجعت لشهور قبلها لما ظهر تطبيق غريب على قنوات تليجرام اسمه STFD 686، شكله مدني، اسمه الأمانة السورية للتنمية، منظمة مرتبطة بأسماء الأسد، معروفة بتوزيع مساعدات. الضباط والجنود اللي كانوا عايشين أزمة رواتب خانقة صاروا ينزلوا التطبيق لأنه وعدهم بمنح مالية ومساعدات غذائية بشرط يعبوا استمارات بسيطة، اسم، رتبة، مكان خدمة. بس اللي ما كانوا بيعرفوه إنه هذا التطبيق كان حصان طروادة جوا برنامج تجسس اسمه سباي ماكس، بيسمح للقائمين عليه يدخلوا لكل شيء بالموبايل، الرسائل، المكالمات، تحديد الموقع، وفي بعض الحالات تفعيل الكاميرا والميكروفون بدون ما يحس المستخدم. هيك صار بإيد المعارضة خريطة كاملة لحركة الجيش، مين الضابط اللي بيروح مناوبة وإمتى، وين أماكن الاستراحة، وين الحراسة ضعيفة، وحتى شوية تسجيلات من موبايلات الضباط. المعلومة صارت أهم من رصاصة. وبينما المعلومات كانت عم تتجمع بصمت، بجهة تانية كان في قوة عم تكبر وتتدرب اسمها العصائب الحمراء، وحدة خاصة من هيئة تحرير الشام تأسست تقريبا عام 2018 واطلق عليها لقب قوات النخبة. هدول ما كانوا مثل أي فصيل عادي، كان عندهم انضباط عسكري غير مألوف بالحرب السورية، أسلوبهم انغماسي، يعني المقاتل بيدخل الهجوم وهو بيعرف إنه الرجعة مو أكيدة. خلال سنوات العصائب الحمراء كبرت عددياً، جابت مقاتلين ودربتهم على عمليات الاقتحام، سلحتهم بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وصاروا رأس الحربة بأي هجوم كبير. منعود لليلة المعركة وتحديداً بريف حلب، قبل ساعات من الهجوم المقاتلين موزعين بمحيط غرفة القيادة، العيون على المبنى، الحراسة الخارجية تابعة للحرس الثوري الإيراني، المكان محصن والاقتراب منه بدون خطة يعني انتحار. لكن التطبيق اللي حكينا عنه قبل شوي أعطاهم كل التفاصيل، عدد الحراس، أوقات تبديل المناوبات، حتى عادات الضباط بالداخل، مين بيشرب قهوة بأي ساعة، مين بيترك سلاحه لما بيدخل على الغرفة. وهيك صار في قرار، الهجوم بيتم لما الحراسة تكون بأضعف حالاتها والضباط مشغولين داخل الغرفة. الساعة 2:45 فجراً فريق صغير من العصائب الحمراء قرب بصمت، واحد منهم كان بيراقب الحراس اللي كانوا واقفين عند البوابة الرئيسية. الحارس طفى سيجارته ودخل للمبنى. بهديك اللحظة الاقتحام بدأ. خلال ثواني نطع الاتصال داخل غرفة القيادة، مجموعة تانية من العصائب الحمراء دخلت، ضربوا نقاط الحراسة وسيطروا على غرفة الاتصالات. وبالمبنى الرئيسي الضباط لقوا حالهم محاصرين بدون أي وسيلة يتواصلوا فيها مع الوحدات الأمامية. ولما استولت العصائب الحمراء على غرفة القيادة أعطت أوامر انسحاب للجيش. أوامر الانسحاب انتشرت بسرعة، وحدات كاملة تركت مواقعها لأن فقدت القيادة والسيطرة. صار في فوضى بالخطوط الأمامية، ما عاد في تنسيق. بهذا الوقت فصائل المعارضة تقدمت بسرعة، استغلت انهيار القيادة وفتحت محاور جديدة باتجاه حماة ومناطق ثانية. خلال 48 ساعة تغير ميزان القوى بسوريا،